اوعوا تاخدوا اي كورس اوفلاين من غير ما تعرفوا الثلاث حاجات دول، وده عشان رقم واحد تستفادوا، رقم اتنين توفروا وقت ومجهود. فكره انك تاخد كورس اوفلاين دي فكره مش محبذه ليا ات اول، ولكن لو انت من الناس اللي مش بتعرف تركز غير في الكورس الاوفلاين فالثلاث نصايح دول هيفيدوك جدا. بس كده معايا اعمل سيف على الفيديو عشان هتحتاجه لما تيجي تقدم على اي كورس اوفلاين. رقم واحد، قرب مكان الكورس من مكان المعيشه. تخيل كده معايا لو انت كل يوم بتنزل من بيتك تقضي ساعة ونص او ساعة عشان توصل لمكان الكورس، تفتكر ان انت بعد كده ممكن تكمل؟ 85% من الناس ما كملوش في كورسات اوفلاين بسبب بعد المكان عن بيتهم. عشان كده اتأكد وانت بتقدم في اي كورس اوفلاين ان المكان اللي انت مقدم فيه هو قريب من بيتك، يعني بكتير قوي ربع ساعة او نص ساعة. رقم اتنين، قبل ما تتدبس في اي كورس اوفلاين لازم تسال كويس عن الريفيوز بتاعه الكورس، بمعنى انك ما تعتمدش على كلام الانفلونسرز او الكونتنت كريتور اللي بيرشحوا لك كورسات. بنسبه كبيره ده بيكون اعلان ولازم يتقال عن الكورس كلام حلو قوي. ولكن بالنسبه لي انا لو انا عايز اخد كورس اوفلاين لازم اروح المكان نفسه واسال كويس عن كل التفاصيل اللي عايز اعرفها، ان الريفيوز دي اصلا تكون طالعه من ناس فعلا جربت الكورس استفادت منه وفرق معاها. عشان كده لو في حد من الانفلونسر او كونتنت كريتور رشح لك كورس اتاكد كويس قوي ان في ريفيوز على الفيديو. رقم 3، الكورس الاوفلاين زيه زي اي كورس، لو انت خدت الكورس وما روحتش طبقت على اللي انت خدته في البيت انا بوعدك ان انت مش هتستفاد خالص. خلي هدفك مش انك تاخد الكورس على قد ما يكون هدفك انك فعلا تستفاد، لانك لو خدت اي كورس وخلصته وخدت الشهاده بتاعته حتى لو جبت فيه سكور عالي ده مش مقياس ابدا انك تعرف تشتغل بيه، ولكن مقياس انك تعرف تشتغل بيه انك تعرف فعلا تطبق عليه بعد كده. رقم 4، انك تعمل لي فولو وتخش تشوف الفيديوهات اللي على الصفحه علشان اكيد هتستفاد. تاني انا مايكل مصري وبساعدك كده انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو. سلام.